عملت لكم النهارده بقى بيتي فور بنافس بيه المحلات بخطوات سهله وبسيطه كلها في الخلاط، وبكوبايه دقيق واحده عملت العظمه دي. الطبق الكبير ده بالشوكولاته والطبق ده ساده. احلى بيتي فور دايب دوب كده، والله احلى من المحلات. بصوا بقى الشوكولاته فظيع يا جماعه. ممكن بقى كنا نحشيه مربى، بس انا محشيتوش. حطيت هنا ربع كوبايه من السكر، طحنتها كويس قوي كده خليته بودر، ورحت نازله عليه بنص كوبايه من السمنه وضربتهم برضو مع بعض. ورحت جايبه بياض بيضه. انا بحب اعمل البيتي ببياض البيض. بياض بيضه واحده ورحت نازله بيها ونازله بكيس فانيليا، وهضرب الكلام ده كله في الخلاط. طريقه سهله جدا. كوبايه ممسوحه من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، مقادير مظبوطه يا جماعه. مش ما فيهاش اي كلام، طريقه هتعتمدوها في البيتي فور ان شاء الله. حطيت بقى كده السوائل على الدقيق. السوائل اللي هي كانت ايه؟ كانت ربع سكر، نص سمنة، بياض بيضة، كيس فانيليا. نزلت بقى عليها بكوباية دقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. والغريبة البسكوت البيتي فور ما بيتعجنوش، بيتبسوا كده بس، يا دوبك تلمي كده المكونات كلها في بعض والدقيق يختفي منك وخلاص كده، يبقى كده تمام. بنسيبها ترتاح وبنشكلها. هنلم بقى كده المكونات كلها وبقت بالشكل ده. هسيبها ترتاح نص ساعة وبعد كده هبتدي اشكلها بالقمع ده. طبعا الكيس بقى باظ مني فشكلتها بالقمع، بس كانت صعبة شوية بس يعني عملتها برضو. بصوا بقى الشكل كده، عملت الشكل ده. بصوا حطيت الكيس كان مقطوع، ما خدمنيش بصراحة قوي. بس ممكن تشكليه بالقمع، ممكن تشكليه بشوكة. بيتي فور بيتشكل بأي حاجة، والبسكوت والغريبة مش لازم أدوات مخصوصة يعني. جبت بقى حطيتهم كده، سخنت الفرن على 180 ودخلتهم في الفرن وبقوا بالشكل ده. وحطيت معاهم كده حتة الشوكولاتة تفك في الفرن. وطبعا ايه، كانت برضو ماسكة نفسها، الدنيا بقى ساقعة. ورحت حط عليها معلقة زيت ومدوباها، خليتها كده سايلة خالص. وجبت البيتي فورية ورحت بعد ما بردت رحت منزلاها كده في الشوكولاتة السايحة ديت. وعايزه اقول لكم طعمها فظيع، يعني ثواني وهتبرد الشوكولاته وهتجف على البيتي فور كده وهتبقى بقى فظيعه. ثواني بالظبط والشوكولاته لقيتها مسكت في البيتي فور، والطعم فظيع يا جماعه. والله الحاجه في البيت احسن 100 مره من الحاجه اللي بنشتريها من بره وغاليه كمان. يعني كوبايه دقيق وربع ونص كوبايه سمنه، عملت طبقين كبار. والشوكولاته دي جايباها ب5 جنيه المكعب الصغير ده. سيحته كده بمعلقه زيت وبقى ده الصوص بتاعي. احلى بيتي فور دايب خالص يا جماعة، وحاجة بيتي من الاخر يعني. مكونات سهلة وهتعتمدوا الطريقة دي ان شاء الله. ممكن تعمليه بالمربى، ممكن تحطي بين واحدة وواحدة، تحطي تلزقيهم بالمربى وتحطي الشوكولاتة بقى كده ايه من فوق زي اللي بنشتريه بالظبط. بس انا حبيت تكون يعني البوتيفورية واحدة بس، ملزقهاش علشان ما تبقاش يعني ضخمة كده في الاكل. دي كده شكلها حلو ورقيقة قوي. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم الولاد كانوا بيخطفوه من بعض من كتر حلاوته. دايب دوب بقى، وتشكليه بالطريقه اللي تعجبك. ممكن نحط مربى وفرماسيه، مربى وشوكولاته مبشوره، مربى ومكسرات، يعني بيتعمل ليه كذا طريقه تزيين. انا اخترت المتاح عندي وعملته. بأبسط المكونات تعملي افخم الحلويات.